الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الحضور أحييكم وأسلم عليكم باسم إمام إسماكي المعروفة بأهل كفه وأبلغ تحيات الوفد المرافق أعوذ بالتحية الشيخ سيدي مباكي ابن الشيخ محمد المقتدى والذي ما زال يرحب بنا بصحة الصدر وحسن الضيافة. أيها الإخوة، ما كان صرصار أصبح العام قبلة المريدين السنوية للزيارة وللتبرك بآثار شيخ الملا شيخ أحمد بامبا رضي الله عنه. حدا في هذا المكان بذات 3 سنوات والنيف منفيا من بلاده وما نقموا منهم إلى أن يؤمنوا بالله حسيس الحميد. وذلك المجاهد تأنس بالله وهو خير العنيس متوحسا في الأرض لا ماء فيها ولا المحوى متحلفا وراءه والأهالي والموالي. فحد إحياء كلمات الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الوقت الوصول إلى هذا المكان كان في غاية الصعوبة. ورغم ذلك كان كبار المريده يشحون طرحا للمحاولة الوصول إلى سيحه مهما كلفه ذلك من فوت نفسي ودياء مال هذا شيء لا يستهان به. والشيخ أحمد بامبا أثناء وجود في موريتانيا تعامل مع العلماء والموريتانيين بأحسن معاملة وتبادل اختبارهم إخوة في الله. إنما المؤمنون إخوة. وحديث المروي عن النبي عليه السلام المسلم أخو المسلم. هذه معاملة أدت على تبادل السيارات إلى جارهم ما قال إقامة في الجبرية ومعده بحسائد راية منذ ذلك الحين كانت الحلاحة بين البلدين حلاحة شعبية ما زالت حكومة البلدين وتحتهز بها. إخوة الكرام، حين نقف هذا المكان لا يكفي أننا جئنا هنا لزيارة أو للتبرك كما أسلفت في خطابات السالفة، إنما جئنا كمريدين هام باختفاء آثار شيخهم يدرك أقيهة المعاناة التي عانى بها شيخهم يسيدهم صحاح حب بشيخ وسدها تحلح به ومزيد تجلد في سلوكهن مع إساء الكرام رجالا ونساء عبده بنفسه أدعوكم إلى وحدة الصف وترك منازعات لنكون يدا واحدة في حكمة لهذا الشيخ أن يحترم بعضنا البعض وأن نحمي بنفوسنا ونفاسنا وهذا التراث الذي ورثناه منه. بهذه النظر إلى المريدين عوائل وما نوع من مساكل صعوبات رفع راية هذه الدولة الإسلامية تجديدها حتى انتصرت في مساره العرض ومغربها. وواجبنا نحن جميعا دهم هذه الهدية بالحكمة والحب والهدايا كما أودعه الشيخ في حسيدته طوبى لعبد المريد صادق لهم بخدمة أو بهبي أو هدياتي. قبل أن أنهي وهي دائرة اتحاد أتباع الخديم وعلى رأسها سرين مجوجو ودائرة الشيخ مسامبا وعلى رأسها سرين سابارفا وحي أيضا رئيس المتحف الوطني السيد كان. وحي والسلام عليكم جميع المشاركين محنوية مادية داهية للخليفة العام للمريدين الشيخ محمد المنتقى صحة والعمر طويلا حتى يكمل نواياه في خدمته وجدده والشيخ أحمد البامبا رضي الله عنه وهو الجامع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.